صفحاتنا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، احنا عندنا مجموعة صور بتؤرخ لأهم الأحداث اللي حصلت في الشهر اللي فات. إن شاء الله الفترة الجاية هيكون عندنا برضو كاريكاتير لأهم الأحداث في الشهر، صور برضو لأهم الأحداث في الشهر. برضو لنا بعض التفصيلات كده هنقولها لحضراتكم إن شاء الله لما بس ننتظر الحراك اللي بيحصل في البرنامج هيزيد ولا هيستمر، مش عارفين لسه الامور هتمشي ازاي. لكن معانا طارق الجباس. اهلا بك يا طارق. وبنزعجك دايما واشكرك شكر جزيل على المجهود اللي بتعمله معانا. لكن في بعض الصور طارق انا هسيبه طبعا يعلق عليها تعليق كامل لانه هو صاحب الحق في التعليق وصاحب الرؤيه الافضل، فهنعرض الصور وطارق يعلق عليها على طول. يعني قبل ما نعلق اسمح لي يا استاذ جابر ان انا ابعت باقه ورد لمنشط وأول تي في وأون تي في، لأن أصبح منشطتي قناة شرعية نقدر نناقش قضايا الصحفيين، كل قضايا الميديا. فاسمح لي ان انا احيي حضرتك واحيي البرنامج. لا ده واجبنا يا استاذ ان احنا دلوقتي بقى في قناه شرعيه نقدر نعرض فيها اعمالنا ونقدر نناقش فيها قضايانا. لا ده وتعظيم الشكر لا واجبنا هنبدا مع بعض النهارده بصور الاعتصامات طبعا والاحتياجات اللي قدام مجلس الشعب. زي ما احنا شايفين كده زميلنا محمد وهبه في الشروق جايب لنا صوره جميله قوي بتعبر عن المعتصمين وعن حالهم وعن ادائهم، لان اصبح النهارده رصيف مجلس الشعب بقى رصيف للايجار قانون جديد. كل واحد بياخد متر على الرصيف عشان يقدر يعبر عن احتياجاته وعن مشاكله. زي ما احنا شايفين كده عمال طنطا للكتان بيواصلوا اعتصامهم مع النوباريه، مع تحسين الاراضي، مع التليفونات، مع المعوقين. حقيقي فعلا شيء محزن برضو انه يكون ثقافه الاعتصام هي مطالبه الحقوق. يعني انا مش عارف ليه الدوله ما توفرش على نفسها المشاكل دي وتشوه في صورتنا زي ما هي بتدعي ان الاعتصامات دي بتشوه في صوره البلد. فاحنا نحل مشاكلنا افضل من ان احنا نعتصم على رصيف مجلس الشعب. فطبعا صور كتيره مش دي بس، لا في صور تانية، وفي بعض الناس اللي بتبدا تفتعل افتكاسات للاعتصامات زي ما احنا شايفين قدامنا كده برضو. بعض الصور للجثث برضو منشوره في الشروق. زميلتنا جهان نصر جايبه الصوره دي صوره جميله بديعه دي جهان نصر. زميلتنا جهان نصر. حقيقي فعلا العنصر النسائي دخل على التصوير الصحفي. لا دي صوره كفاءه، دي صوره فانا بحييها فعلا جهان على الصوره ديت. وبعدين جهان نصر شغاله مع قياده نسائيه مهمه في مصر، الاستاذه رندا شعث رئيس قسم التصوير في الشروق، ومعها نخبه كبيره جدا من المصورات. مش والله مش جهان بس. الصوره دي كانت في عيد العمال. عيد العمال زي ما احنا شايفين الناس يعني عملوا النعوش ديت عشان يقدروا يعبروا عن مشاكلهم. ويوم عيد العمال كل الشركات هتفت الهتاف اللي مكتوب قدامنا دلوقتي بلادي بلادي انا مش لاقي قوت ولادي. اتمنى ان يكون ثقافه الاعتصامات تكون جابت حاجه مع النظام، تمام، تكون قدرت توصل خليها مع القاده السياسيه ماشي النظام مع القاده السياسيه ماشي. لو اني اللي انا عايز اقوله بتبدا الناس تحل مشاكلها شيئا فشيئا. نفس الاعتصام نفس الاعتصام. وانا بحيي هنا بصراحه ان بدات الجرايد الحكوميه الاهرام المسائي استاذ طارق حسن بدا يقدم دلوقتي لما ما لقيش بقى فيها حل ان كل الجرايد المستقله في مصر بتعبر عن خاصه مش مستقله. الجرايد الخاصه في مصر بتعبر عن كل شيء. فهنا بدات ان هم برضو يطلعوا وينزلوا الصور. هو الاستاذ طارق الحقيقه عامل رجه في الاخبار. وانا بحييه فعلا. حتى في الاخبار صفحه اولى النهارده بقت صفحه اولى سريه جدا. ولو انا عايز اقول برضو تمام بنتكلم ده مين اللي خدها يا استاذ طارق؟ للاسف مش مكتوب اسم المصور. يبدو انه مصور متدرب، وده برضو شيء انا بلوم عليه الهيئات التحريريه في الجرايد انها تكون حريصه على الحق المعنوي لكل مصور زميل عشان يقدر يكمل معاه، يقدر يكون ليه دفعه ويقدر يشتغل. صحيح. فاللي انا عايز اقوله بوجه برضو رساله من خلال برنامجنا ان احنا يا ريت حق المعنوي للمصور يكون واضح. الصوره دي خدها زميلنا حسام عواجه، طبعا ده مصور مجتهد جدا
اللي احنا شفناه كان مكرم من شعبة المصورين الصحفيين لافضل صورة صحفية على التحرش الجنسي. جاب لنا صورة جامدة قوي النهارده، صورة مهمة جدا لهشام طلعت بيسلم السكري ورقة من فوق السلك. كله عايز يعرف الورقة دي مكتوب فيها ايه، لكن لما انا سألت حسام قال لي مفيش حاجة احنا شفناها غير انه هشام بص للسكري، السكري قال هز دماغه قال له ايوه مظبوط. ايوه مظبوط على ايه؟ الله اعلم. لكن لما سالنا فريد الديب قلنا له الورقه كان مكتوب فيها ايه، على ما اعتقد يعني ما اكدش، لكن قال يبدو انه هشام قال للسكري قال له انت متاكد ان الصور دي مش صورك؟ فالسكري قال له انا متاكد انها مش صوري. بس احنا مش متاكدين ان ده والله اعلم، والله اعلم. واحنا برضو مش متاكدين. بس ده صوره صوره معبره جدا وانا بحيي فيها. اللي فوق ده ده بس الاسمر ده هو ضابط الحراسه الخاصه اللي مع السكري. الابيض ده هشام. وطبعا برضو زي ما شايفين السلك صعب جدا. وانا مش عارف ليه بصراحه، يعني الجهات المعنيه بتضيق الخناقه على المصور عشان ياخد صوره. مش عارف ليه. مش يلا مش مشكله. مش قضيتنا ومش هنتكلم كتير عن المشوار ده. ده حسام عواجه طبعا زميلنا هو اللي واخد الصوره ديت. تمام. وفي صور طبعا كتير طبعا شفنا. الصوره ديت خدها زميلنا احمد جمعه. برضه كان احمد جمعه من ضمن الناس المكرمين وخد من افضل المصورين الصحفيين. ده كان في قضيه ايه يا استاذ طارق؟ ده قضيه حزب الله طبعا. شفناها بعد حزب الله. شفنا ان في ناس كده خدت مؤبد. 4 خدوا مؤبد غيابي وفي قضيه تنظيم حزب الله. وشفنا ناس خدت حكم 15 سنه. وفي ناس خدت 6 اشهر ل 22 فرد. فطبعا بنشوف هنا. ده مين اللي خدها الصوره دي؟ ده زميلنا احمد جمعه. الصوره دي طبعا شايفين قد ايه المصور بيبذل مجهود كبير قوي عشان امتى يشوط. يعني امتى يصور في الوقت المناسب عشان يقدر يجيب الرياكشن المناسب اللي يعبر عن الصوره ب1000 كلمه زي ما بيقولوا. وانا طبعا انا بحيي احمد جمعه وبحيي كل المصورين الزملاء. مش احمد جمعه بس، احمد جمعه وحسام واحمد حسن وماهر اسكندر. حقيقي فعلا ناس ممتازين. الصوره دي بقى يا استاذ جابر لها قصه طريفه قوي. احنا شفنا رؤوس حمير كتيره قوي موجوده في اسكندريه. الناس كلها تصورت ان رؤوس الحمير دي بياكلوها البشر. لكن جاز من علاء الجمل في جريده صوت الامه انفرد بالصوره ديت للسيد صبري نخنوخ. وده رجل اعمال معروف في اسكندريه. الراجل ده من هواياته ان هو بيربي الاسود. فكان مربي في بيته حوالي 6 اسود. فطبعا الراجل بيقول لك الناس مش لاقيه تاكل لحم البقري. هو كان لحم بقري. فطبعا هو كان بيلجأ للحمير. كان بيدبحها وكان بيوكلها. لكن طبعا الصوره طبعا اللي عملت جدل. ده الصوره طبعا اللي جابها لنا زميلنا الفنان طارق الفرماوي من اسكندريه. جاب لنا الصوره ديت. لكن هو الراجل طارق الفرماوي فين؟ في المصري اليوم. مصر اليوم. وده من اكفأ المصورين في مصر على فكره. وانا بحيي. بيتهيألي هل بتحكم على الصوره من خلال الجدل اللي بتعمله ولا من خلال فنيه الصوره؟ والله هم شقين. يعني ده مش فني. صوره مش فنيه. بس انا بتخيل ان من اكتر الموضوعات اللي اتكتبت الصوره دي اللي خلقتها. هي طبعا الصوره انت شايف انها مش فنيه عشان في الزباله. لا مش قصدي. مش قصدي. انا اقصد ان هو ايه، ما تعبش في انه ياخد اللقطه. بالظبط. واخد بالك يعني ايه؟ ما جاش بزاويه، ما جاش مش عارف ايه، ما جاش ببتاع. ما زي ما انت قلت كده في الاحكام بتاعه حزب الله. ما استناش اللحظه المناسبه عشان يصور. هو يعني هو ما استناش الحمار عشان يندبح. هو الحمار مذبوح. وما استناش الحمار عينه تبوظ. ما هو بايظ اصلا. هو نقدر نقول ان الصوره دي مش تكليف. يعني ايه مش تكليف؟ يعني هو ما خدش اوردر عشان يروح يصمم. صحيح. هو متطوع. لا هو الراجل بيعيش طول وقته صحفي. صحيح. بيعيش طول وقته ممكن وانت راكب العربيه هو ماشي ليه الصوره ديت فصورها طبعا وقدمها للناس. لكن ما كنتش يعرف طبعا ايه اصل الصوره. هو قدم وقال لكم شوفوا انتوا الصوره ديت ايه حكايتها وايه موضوعها. هل ده ليه علاقه بان الناس بتاكل اكل الحمير